محمود الواحد المعبود حمدا يدوم سرمدا وليس يحصى عددا. ثم الصلاة دائما تغشى النبي الخاتما خير الورى محمدا ما طار طير وشدا. وبعد هذه السيرة موجزة يسيرة واعلم بأننا نقتصر على أهم ما أثر وما أذيع واشتهر في كتب أصحاب السير. فمولد الرسول كان بعام الفيل وفي ربيع اشتهر في غرة 12. وقبل مولد النبي بأشهر موت الأب ومرضعات اللبن منهن أم أيمن ثويبة حليمة الرائم الرحيمة. وكان شق صدره في 4 من عمره وبعد ماتت أمه فزاد فيها يتمه. لكن عبد المطلب رعى رعاية المحب وعمه من وده رعاه بعد جده. وكان نعم الوالد الدافع المساند فسار نحو الشام متاجرا في عام ومعه محمد يحفظه ويسعد. سار به لما رحل ينزله حيث نزل فأبصروا السحابات تظلل الركابا. فصادفوا بحيرا العالما النحريرا فقال رد أحمدا أخشى عليه الحسدا. وكان أشرف الورى في عمره 12 وسار للتجارة للحرة المختارة خديجة ذات الحسب شريفة جدا وأب. وكان عمر المصطفى 25 وفى في مكة نشأته وذاع فيها صيته. سموه عن يقيني بالصادق الأمين ومشهد الرسول بها حلف الفضول. أعان في البناء للكعبة الغراء وحكموه في الحجر كما بذا صح الخبر. وعمره 5 مضت بعد 30 انقضت. ثم قضى تزويجه بأمنا خديجة فكان منها القاسم وزينب وفاطم. كذاك عبد الله رب الجبين الزاهي وأم كلثوم كذا رقية نفح الشذا. وكان يخلو في حراء يعبد خلق الورى وبعد 40 فيه التقى الأمينا. فكان بدء ما نطق به أوائل العلق. فرجع الرسول لزوجه يقول قد كدت يومي أهلك لما أتاني الملك. فإذ بها منطلقة إلى الكريم ورقة أخبره بما حصل وما عليه قد نزل. فقال بعدما استمع يا ليتني فيها جذع. ثم دعا سرا إلى دين الهدى ممتثلا. وكان بالتمام 3 الأعوام وأسلم الجن على نخلة لما انتلى. ورجعوا في عجل يدعون للمنزل. ثم دعا جهارا وأنذر الكفار فرد قوم دعوته وأكثروا أذيته. وعذبوا من أسلم وبعضهم قد أعدم. وحفظ الله النبي بعمه ذي الحسب وسألوه آية تدعو إلى الهداية. فكان شق القمر وعبرة المعتبر. فلم يطيعوا أمره وقد أرادوا ضره. ففر بعض الصحب من نصب وكرب من مكة المستوحشة إلى بلاد الحبشة. فكان كل من هجر من الرجال 11. أما النساء 4 لما تناهى الوجع. وابن أبي قحافة هاجر من مخافة وعاد في الجوار من بعد هجر الدار. وهذه أولاهما وتلكم إحداهما. ثم تلا النجم وقد في آخر النجم سجد. فسجد الكل معه وكل من قد سمعه. فعاد بعض من هجر إذ أنه زال الخطر.